السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. باش نبقاو مع الكورة ما باش نحكيو سياسة. الفترة هذه تلعب بالشأن كأس افريقيا للاعبين المحليين، مسابقة هزتها المغرب في النسختين الاخرانيين، حضرت روحها بالكدا باش تدافع على لقبها في النسخة الحالية، نسخة تقام في الجزائر. الامور كانت مريقلة، ليكيب حاضرة، فليجاتهم، كوستيوماتهم، بلوتو سيرفيتموناتهم، ايكوتوراتهم في وذنيهم، وقاعدين في المطار باش ياخذوا الطيارة وينطلقوا. الطيارة باش تنقلهم على متن الخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة. الجامعة المغربية قدمت طلب للكاف في الحكاية هذه، بما أنه أجواء الجزائر مغلقة أمام الطيران المغربي. دونك كيف ما قلنا الوفد المغربي مشى للمطار ويستنى في الإذن الجزائري بتحليق الطيارة المغربية. الإذن ما جيش، تم رفضه من طرف السلطات الجزائرية، والملاعبية روحوا لديارهم. فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية عبر عن أسفه طبعا وعلى الظلم اللي تعرض له منتخب بلاده، والحكاية ما وقفتش غادي. في حفلة الافتتاح البعض من الجماهير الجزائرية، نقول البعض مرة أخرى ونسطر عليها ب10 أسرة، شنو عملوا؟ سبوا المغاربة وبداو يغنيوا أقيلوا الملك يا مغاربة يا كذا. الشيء اللي زاد وتر الأجواء وخلى الجامعة تهبط بلاغ تقول فيه ندين الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح البطولة والعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية. والجامعة راسلت الكاف لتحمله مسؤولياته لتحمله مسؤولياته مش تعدى في الزابينج امام هذه الخروقات. الدزيرية يقولوا القرار سيادي، طبعا الاجواء مسكره، دونك ما فهمش علاش نحلوها بمناسبه ماتش نتاع كوره. المغاربه وصلوا قالوا لهم حتى تعداو لتونس، ومن تونس مشيوا للجزائر هكاك نقبلوكم ومرحبا بكم. المغاربه من جهتهم يقولوا القرار ظالم. انتوما في الكومنتات نجموا تقولوا لنا رايكم، تعطيونا رايكم، هل اخطأت الجزائر او فماش اللاعبين المحليين يوم الجمعة بحفل مبهج وبحضور شخصيات رسمية ورياضية. ولكن هذا الافتتاح أغضب الجار المغرب الذي احتج على ما وصفه بالممارسات الدنيئة والعبارات العنصرية. فما الذي حدث خلال الافتتاح؟ الاعتراض المغربي كان على المداخلة التي ألقاها ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي كان قد دعي لحفل الافتتاح ضمن قائمة ضيوف الشرف، ولكنه خلال خطابه تحدث عن تحرير الصحراء الغربية. In his honor, let us not forget the last colony of Africa, Western Sahara. Let us fight to free Western Sahara from oppression. Let us also remember that Madiba said our freedom is incomplete without the freedom of Palestine. Therefore we stand together to fight for the liberation of Palestine. وبعد الافتتاح رصدت الكاميرات في ملعب نيلسون مانديلا هتافات معادية للمغاربة رددها بعض من أفراد الجمهور الجزائري على المدرجات.
غضب المغاربة واستياؤهم مما حصل امتد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أصدرت بيانا قالت فيه: تندد الجامعة بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. الجامعة تندد بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة. وعلى مواقع التواصل أيضا تفاعل الكثيرون مع الحدث، ومنهم أبو همام العربي يقول: مؤسف جدا أن تصل الكراهية هكذا بين دولتين عربيتين، لكن على الفيفا أن يعاقب الجزائر ويحرمها من استضافة أي مباريات قادمة. أما زهرة الخريف فتقول: الأمر غريب، من المفروض أن يعطي الجمهور صورة جميلة في الملعب، كيف لك أن تقوم بالسب والشتم لشعب ليس حاضرا حتى في هذه البطولة؟ تغريدة من رفيق يقول فيها: لماذا لم تطلقوا فيديوهات السب والشتم في الشهداء وكل كلمة قلتوها ولم تغلقوا أفواهكم من زمان؟ نحن لسنا كلام في المواقع، نحن بلد 1,500,000 شهيد. أخيرا تغريدة من كيمو أو حساب كيمو يقول: ما فعلته الجماهير الجزائرية ما هو إلا رد فعل لما يحدث في الشارع المغربي ضد كل ما هو جزائري. طبعا مشاهدينا، الكاف وهي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أعلنت أنها ستحقق في الشكوى المغربية حول حفل الافتتاح، وكان المغرب انسحب من المشاركة في الألعاب بسبب عدم الاستجابة لشروطه، وهي أن يسافر منتخبه برحلة مباشرة من الرباط إلى الجزائر، بينما قالت الجزائر إن غلق مجالها الجوي أمام المغرب قرار سيادي ولم تفلح وساطات الفيفا في حل الخلاف.